هو انت ازاي يا انكل سيد تسيب ابنك يسيب النادي ويمشي؟ هو انت مش عارف انه ابناء عاملين؟ تكمله لبيانات النادي الاهلي ان يوسف سيد عبد الحفيظ راح خلاص نادي سيراميكا على سبيل الاعاره لمده سنه. يعني يوسف سيد عبد الحفيظ مشي واحمد عبد الدين مشي والاثنين مقيدين افريقيا. في ناس كتيره قوي من جماهير الاهلي لقيتهم بيعلقوا تعليقات سلبيه في حته ان انت ايدتهم افريقيا وطلعتهم. طب انت ايدتهم ليه طالما هتطلعهم؟ يا حبيب قلبي عادي جدا ممكن استبدلهم لانهم لسه ما لعبوش، فانا ممكن استبدلهم بلعيبه تانية خالص قبل دور ال 16. ديت نقطة. النقطة التانية إن في ناس كتير برضو طالعة عمالة تقول المفروض كان يكتب نسبة مشاركة. الأهلي غلطان في حاجة ومش غلطان في حاجة. ممكن القدر كان يدي فرصة لأي لاعب من اللاعيبة الناشئين دي إن أنت تعتمد عليه. لو لا قدر الله لاعب اتصاب، لاعب وقع بدني وأنت ما قدامكش غيره، كان ممكن يلعب وكان ممكن نطلع بنجم تاريخي من ابناء النادي زي النجوم اللي حصل معاه قبل كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى نيجي لنسبه المشاركه. نسبه المشاركه ديت ما ينفعش مع فريق زي سيراميكا كليوباترا، ما ينفعش، لان سيراميكا كليوباترا عمره ما هيرضى. انت مديله لاعب ناشئ، اللاعب ده ممكن يجيب معاه فنيا او ممكن ما يجيبش معاه فنيا. ده غير ان سيراميكا كليوباترا عنده نجوم، يعني ممكن يكون في مكان يوسف اصلا في لاعب او اتنين جامدين جدا استحاله يوسف يلعب عليهم، فاللاعب كده هيتركن دكه من الاخر. يعني اداره الاهلي بقى لو كانت ناصحه في الحته دي كانت ممكن مثلا تطلعوا اعاره لفريق لسه صاعد من دوري ممتاز ب للدوري بتاعنا. الفريق ده بيبقى محتاج اي لاعب او في عرض اي لاعب. انا مش متفق تماما مع فكره ان انت تطلعوا الفريق ممكن يقعد دكه. وهديك امثال: رافت خليل، زياد طارق، ودول بس اللي فاكرهم دلوقتي لان دول انت في اشد الاحتياج ليهم، لان انت ما عندكش اجنحه اصلا.